يعطيكم ألف عافية. وصفتي لليوم مدفون الدجاج، وصفة مميزة بإضافة الخضروات الغنية بفوائدها وطعم الأرز الشهي اللي ضفنا له البهارات المميزة. أرز نثري حبة بحبة. خلينا نشوف طريقة التحضير. بداية بطنجرة على النار رح أضيف شوية زيت، ممكن إن نضيف معلقة من السمنة. بعد ما ضفنا الزيت رح نضيف قطع الدجاج اللي غسلتهم وقطعتهم. بعد ما ضفت قطع الدجاج رح أضيف عليهم رشة من الهيل والزنجبيل المطحون ومعلقة من الملح، بالإضافة إلى معلقة من البابريكا ومعلقة من الكاري. ورح أضيف عندي من المطيبات عندي اللومي وعود القرفة. بعد ما ضفت البهارات رح أشوح الدجاج على الجهتين لحتى أتأكد إنه تحمر تماما. بعد ما شوحت الدجاج رح أقيمهم بالصحن على جنب. الخطوة التالية رح أقطع الخضروات اللي أنا رح أستخدمها، وبنفس الطنجرة اللي قليت فيها الدجاج بنفس الزيت رح أحط فيها الخضرة اللي أنا قطعتها على شكل طبقات. ضفت عندي البطاطا وشرايح البصل، ورح أضيف عندي قطع من البندورة، ورح أضيف عندي حبات الفلفل الرومي. أنا ضفت 3 حبات من الفلفل الرومي الملون اللي متوفر عندكم بنحطه. بعد ما أضيف قطع الفلفل الملونة رح أضيف عندي قطع الجزر، قطعت عندي حبتين من الجزر. بعدين آخر خطوة رح أضيف عندي الدجاج اللي أنا شوحته آخر طبقة. بعد ما أضيف قطع الدجاج رح أتركه على النار لمدة 40 دقيقة لحتى تستوي الخضرة والدجاج. بعد ما استوى الدجاج حضرت عندي 3 كوبايات من الرز البسمتي، غسلتهم ونقعتهم لمدة 10 دقايق وغليتهم بمي مغلية على النار لمدة 6 دقايق لحتى تتأكد إنه حبة الرز استوت 70%. بعد ما صفيت الرز من المي ضفته فوق الدجاج والخضرة. بعدين رح أتركه على النار لمدة ربع ساعة حتى يستوي تماماً. ضفت عندي حبة من الفلفل الحار، الفلفل اختياري إذا بتحب الرز حار. وآخر خطوة عندي ضفت ملون طعام فوق الرز لحتى يكون عندي الرز ملون. رح أتركه لمدة دقيقتين بعدين أطفيه تحت الطنجرة. هيك عنا صار الأرز جاهز. تحريكة بسيطة للرز لحتى يختلط الرز الملون مع بعض. وهيك وصفتنا لليوم صارت جاهزة. وإذا حبيتوا وصفتي لا تنسوا الاشتراك بالقناة، وصحتين وعافية.